هذا اللي ببالك لا بالله فرسك لك وتستاهلها خشيسة وتبقى بمكانك وبعربانك. اتفاهم ورا هالحكي هذا عطفت ضخيرة، قال والله ما يقمز عليها حصان الا حصانها اللي من رسلها. حصانها وين؟ حصانها عند شمر عند صفوق. ايه والله وسوي له راي. وعلى بقال من هذول قبل كانوا بجاجيل مواصله على كدش يفترون عندهم سلعة مال جهال مال علش معضد كذا يعني من هال. فعلى البقال اشترى غراضه كلهن، حتى البلانة مالت الكديش اشتراها من عنده وحطهن عض خيره ولف له عمامة وصار بقال، وحط السيف بالبلانة اللي اشتراها من الموسلاوي ونحر على شمر. والله جاء عند صفوق بقال تجي الجهال يجيب له شرايل النسوان ما يشتري منه معاضد كذا. فسبحان الله هذا تاريخ عند العبيد. تاريخ العبيد انه العبيد زلمتهم الا يبرز من يطلع خارج الحويجه الا يبرز. سبحان الله بخت من حسن الحظ انه شمر غزو ومخلي لهم كم خيال حمايه للعرب، خاف تجيهم غاره تجيهم شيء. اي يعني مخلي لهم كم خيال هذول على اساس صنم للعرب. فجتهم الغاره سبحان الله. محمد العياش عندهم مرتكب الربعه ويبيع علوك ويبيع معاضد ويبيع كذا. اي صحر البقال اخو كيسه البخيرة شكر لها ويا الحصان بمعذر الخيل، ويا الحصان اللي متعني عليه هو تشبيها منه. والله جتهم الغارة الخيل اللي الحماية مال الشمر حماية العرب ما سووا شي، جتهم قوم أقوى منهم بيننا وبينهم الله عاد ما أريد نطعن بيهم. فجاهم شي أقوى منهم وما سووا شي، راح حلالهم. ابن قبيب يوم شاف شمر واخذه وربعهم ما سووا شيء، وكان يحط السيف جوا وطلع من البلانه ويتسلل على الضخيره بالعذره، لوح عليها طير شلوه وهو يطلب. والله جاهم انه علني كشفي محمد العياش ما غيره، يعني لا بقال ولا خطم عليهم من قدام. راعى الرودة هيزعي لو خفينا من يبين محمد العياش اللي ما غيره. راعى الرودة هيزعي لو خفينا من يبين خطم عليهم من قدام ويرد الحلال والحرام. ردد الباعر والغارة أسر منهم كثير، هذا الرماء وهذا المنطعن وهذا أمرز أسر له منهم خزلة. فعاد جاء على صفوق طلع عليه صفوق تلقاه وشكره عافية راعى الرودة عافية أخو شيسة عافية مدري إيش. قال له هل الزلم اللي ببطنك هو رامي 2 من شيوخ محمد قبل بمغزة تطارده هو وياهم، ورامي 2 من عمام صفوق. قال له الزلم حدر الفراش وبنتي وصلتك ما وراها شيء. قال له والله يا طويل العمر الكلام الأولي أقبل منك وأشكرك وأنا ممنون مال الزلم، أما الكلام الثاني بنتك ما يرحماني آخذ بنتك. قال ليه بنتي يا أخو شيسة؟ قال له بنتك على راسي أنت وبنتك بس ما يرحم. المهم لاح عليه قال له طويل عمره دس عليك سعال، لو صرت جد ولدي لو غرت على الحيزة منها اللي طاردك بالحويجة هل يرحم أنا آخذ بنتك؟ قال ها لا والله بهذه حقك. فهذا الكلام ثقيل حيل ثقيل بالنسبة للعبيد اللي يفهموا كلام ما ينثمن، يعني ما له ثمن أصلا أبد ما له ثمن. هذا كلام محمد العياش من يقول له لو غرت على الحيزة منها اللي يطلع عليك. فهذا كلام ثقيل ورصيد من رصيدة الذهب الثقيلة. محمد العياش يرفض بنت صفوق خافي غير على الحويجة يقول له ما يصير. وهذا غليل مو كثير على
على ابن قبيب وعلى البهيازة أهل الرودة مو كثير، ما سووا عندهم أكثر من هذا. البهيازة الطريف معروفين مشهورين، فرستهم مو بس محمد العياش، نعماء من البهيازة عندهم فرسان مشهورين كثيرين والله ما يحضرني سماعهم، بس منهم سليم العليوي، ومنهم عبد العلي أخو فرحة، ومنهم واسمي أخو دنيا، وغيره وغيره والله ما يحضرني اسمائهم، مع احترامنا لكل العبيد. العبيد ما بهم قصر، العبيد كلهم فرسان وهذا الحكي والتاريخ يهدى إلى عمامنا البهيازة عامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتكلم طيب اليوسف.